السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بيعود إلى هويته، بيعود إلى الكرة الهجومية، بيعود بالضغط العالي، بيعود بكرة كويسة، كرة جميلة، كرة بنحبها كأهلاوية. مش احنا الأهلي اللي هو بيدافع بسبعة وتمانية وعشرة والكلام ده، مش احنا. مش هويتنا، مش يعني مش طريقتنا. عماد النحاس بيرجع لهوية الأهلي وبيرجع هوية الأهلي. ايا كان مع اختلاف المنافسين، يعني برضو مع احترامي للمصري او غيره في الدوري. سان داونز مختلف، بس في نفس الوقت برضو احنا يعني لا، الاهلي في شكل، في تناسق، في السولية رجعنا تاني، في امام عاشور بيتألق، في وسام بيرجع تاني، بيعلى تاني ويعود للتهديف بتاعه. لا، كرة الأهلي حلوة، كرة الأهلي بتعود للوقت اللي احنا، للحاجة اللي احنا بنحبها. ان احنا حبينا الأهلي عشان الكرة دي، احنا حبينا طريقة الأهلي عشان احنا مش ان احنا ندافع قدام فرق حد. لا، احنا زعيم القارة، واحنا اقوى فرقة في الشرق الاوسط كله، واحنا اكبر نادي في افريقيا، واحنا نادي القرن، واحنا كل حاجة حلوة في الكورة افريقيا وعربيا و... وكل حاجة. هو ده ملخص الكلام على الأهلي. النهاردة الأهلي بيفوز برباعية عن طريق إمام وطاهر ووسام اللي بيتألقوا. طاهر طبعا بيعود ويتألق كالعادة. السنة دي عامل موسم مختلف، عامل حاجات كويسة وشغال على نفسه بصراحة، ما رماش المنديل. مع ان انا كنت ضد ان طاهر استمراره والكلام ده. انا شايف ان طاهر بصراحة يعني بسم الله ما شاء الله ربنا موفقه، عشان هو بيتعب. مش هقول لك اكتر من كده، مش عشان هو بيجيب اهداف، لا، هو ربنا موفقه عشان طاهر بيتعب نفسه. هو مش استثنائي، بس طاهر بيشغل على نفسه، علشان كده ربنا بيدي كل واحد على قد مجهوده وتعبه. ربنا بيديله نصيبه وبيعرف يشتغل على نفسه، بيعرف يعمل النواقص اللي عنده. عكس ناس ممكن تكون رمت المنديل، يعني زي ما بيقولوا. اعتقد حسين الشحات واحد منهم. آه، اعتقد حسين الشحات رمى المنديل زي ما بيقولوا، اللي هو بيدور على عروض بقى خلاص في الاهلي، وايامه بقت معدودة. وسام بيتألق عروض مش عروض، انا هجيب اجوان ورزقك على الله. ربنا يبارك فيه ويحفظه ويكفيه شر الإصابات. إمام عاشور طبعا ربنا يكفيه شر الإصابات وشر عين الزملكاوية مننا منه. بن شرقي النهارده برضو بيعمل مباراة جيدة، لدرجة إن أنيس بوجبان بيغير العراقي وبينزل أحمد عيد اللي بعده كده، علشان اللي بيعمله بن شرقي عمل مباراة جيدة. ولكن التوفيق لم يحالفه يعني برضه في نفس الوقت، انما هو اجتهد وعمل كل حاجة بصراحة عليه. آه، احنا للأسف مستباحين دفاعيا. احنا خط وسط وهجوم بالناس اللي هتيجي ان شاء الله، لا احنا في حتة تانية ان شاء الله. انما دفاعيا احنا مستباحين. الاهلي مستباح دفاعيا. اتمنى بيبو تبص دفاعيا وتشوف زين الدين بالعيد. غيتنا بزين الدين بالعيد ايا كان. انا يعني اتفرجت عليه في بعض المقاطع، لعيب عالي ولعيب هايل. انما احنا فعليا احنا خسرنا محمد عبد المنعم. خسرنا محمد عبد المنعم بطريقه يعني بص فرقت معانا قوي. اتمنى حمدي فتحي لما يعود نلعبه مساك. ما نلعبوش، يعني مش عايز حمدي فتحي يلعب وهتقولوا عليها مجنون، هتقولوا، انما حمدي فتحي لو لعب مساك هيرجع لك كورة حلوة تاني، وفي نفس الوقت برضه هتشوف لعيب تاني مختلف مع زين الدين بالعيد. يا سلام لو جه زين الدين بالعيد، والله هيبقى الاهلي مختلف. وطبعا باك شمال، محتاجين باك شمال. ممكن شكري، ممكن حد يعني كده. اعتقد شكري هيفي بالغرض، مع طبعا معلول
رحيله هيأثر مع الأهلي طبعا جماهيريا، يعني زي ما بيقولوا الجماهير هتتأثر برحيل معلول. انما طبعا ربنا يوفقه في اللي جاي باذن الله يا رب. والاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيخلص الدوري باذن الله ان شاء الله، وهيخلص الدوري اول باذن الله، واوعدكم ان شاء الله ان شاء الله ان الكلام ده ان شاء الله هيتحقق باذن الله. انا زي ما بفكركم كل فيديو، الدوري ده زي دوري سيد عبد النعيم بتاع انبي، الدوري ده زي دوري سيد عبد النعيم، زي جون اجويرو، الجون بتاع اجويرو في الدوري الانجليزي مانشستر سيتي في اخر دقيقة. هو الدوري ده من النوعية دي. الدوري ده اسمعوها منه وخدوها منه بالثقة. لو انت وصلت للفيديو ده لغاية دلوقتي اتمنى تعمل لايك واشتراك ومشاركة لاخوك وحبيبك، وادعم اخوك علشان الفيديو يظهر لكل الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.